عائلة غنية بالرياض كانوا عايشين حياة طبيعية جدا. أب يشتغل أغلب الوقت وأم تهتم بالبيت والأطفال، واستأجروا خادمة آسيوية بدأت تشتغل عندهم بالبيت. بالبداية كانت هادئة جدا زيادة عن اللزوم، لا تحكي هواي لا تختلط، وحتى الأطفال كانوا يخافون منها بدون سبب واضح. الأم بالبداية اعتبرت الموضوع طبيعي، قالت يمكن لين جديدة، لكن بعد فترة أشياء غريبة بدأت تصير. أول شي مرعب، البنت الصغيرة بالبيت كل يوم تصحى بالليل وتبكي وتقول نفس الجملة، الخالة واقفة عند الباب وتطالعني. والأم كانت تروح تشوف وما تلقى أحد. ومرة بنتهم الكبيرة قالت هاي الخدامة كانت تدخل للغرفة وتفتش بالغراض من ينام الكل. وظلت تصير أشياء كلش غريبة عندهم بالبيت. الأكل قام بسرعة يعفن وينرمي تكرمون بالزبالة، والأطفال صاروا هواية يتمرضون. وأغرب شي صار، الأب مرة رجع من الشغل بوقت متأخر بالليل وشاف الخدامة واقفة بالمطبخ، والمطبخ كان ظلمة بالكامل، واقفة بدون أي حركة. ولما شافها قال لها وش تسوين هنا، وهي باعت عليه وابتسمت وراحت لغرفتها بدون ما تحكي ولا كلمة. والرجال حس بخوف غريب، وهنا رح يجي السر. بعد كم أسبوع الأم قررت إنه هي تروح تنظف غرفة الخادمة بنفسها، لأنه كانت طالعة ريحة غريبة من غرفتها. وهي وجاية تنظف لقت تحت السرير كيس صغير كان بيه صور العائلة وإبر وشعر وكلام غريب كان مكتوب بيه يشبه الطلاسم. والأم انهارت وخافت إنه الخادمة تسوي أعمال سحر أو شي متشابه. وقرروا العائلة يواجهوها ويقولوا لها، لكن الخدامة اختفت بالكامل، لا ملابس لا جواز ولا أي أثر. كانت مجهزة كل شي حتى تهرب. الصدمة الأكبر بعد ما بلغوا الشرطة اكتشفوا شي مرعب. الخدامة كانت مستخدمة اسم مزيف وهوية مزيفة بالكامل، يعني أوراق مزورة. حتى المكتب اللي استأجروا منه الخدامة كان عليه شبهات، والعالم اللي مستأجرين منه هم كانوا يشكون من الخدامات اللي عندهم، وهم يعني كانت تصير أشياء مرعبة عندهم. القضية انتشرت بين الناس بشكل كلش كبير، خصوصا بسبب تفاصيل الأغراض اللي كانت بغرفتها. لكن لحد الآن هواي تفاصيل بقت غامضة وما حد يعرف عنها شي. منو هي وليش اختارت هاي العائلة بالذات، وهل كانت امرأة مضطربة أو شيء أخطر؟ والشيء اللي لازم تعرفوه إنه الشخص الغريب يعيش وياك بالبيت ويعرف كل تفاصيل حياتك، بس أنت ما تعرف حقيقته. ولازم ما تثقون بأي أحد غريب يدخل لبيتكم. إن شاء الله استمتعتوا بالقصة واستفاديتوا منها. إذا عجبتكم سووا لايك واشتراك، وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.